ناس كتير جدا بتلخبط ما بين التيك باك والتكنيكال شيت وبتفتكرهم حاجة واحدة، ولكن في فروقات بينهم كتير. هنبدأ بالتكنيكال شيت. التكنيكال شيت مبدئيا بيتكون من صفحة أو صفحتين بالكتير، بيكون فيه التفاصيل الفنية بشكل مبسط. ده عبارة عن ورقة بتتداول ما بين الجروب أو ما بين التيم داخل المكتب الفني أو المصنع. بيكون فيها شكل الديزاين، بيكون فيها المقاسات اللي احنا نعملها من الموديل، بيكون فيها تفاصيل الخياطات، ودوت عشان يسهل علينا الشغل أثناء تنفيذ العينة. نقدر نقول ان التكنيكال شيت بيتكون من صفحة او صفحتين بالكتير، بيكون فيه التفاصيل الفنية للموديل بتاعنا زي المقاسات، شكل التصميم، الخياطات بتاعته هتكون عاملة ازاي، اسم البراند، الموسم اللي احنا شغالين فيه، نوع الخامة، الاكسسوارات بشكل مبسط جدا. لو في اماكن للتطريز او للطباعة بتبتدي اللي احنا بنفصلها بشكل بسيط. نقدر نقول ان التكنيكال شيت جزء من التيك باك مش بديل عنه. اما التيك باك فهو عبارة عن ملف كامل بقدر احط فيه كل التفاصيل اللي تخص الموديل بتاعي عشان خاطر المصنع ينفذه بشكل صح. وده اللي بيخلي التيك باك مهم جدا، لانه بيقلل الاخطاء وبيسهل التواصل ما بين المصمم وما بين المصنع. اختصر الكلام دوت في مثال بسيط يوضح لكم الفرق ما بين الاتنين. مبدئيا لو عندي شكل تي شيرت، في التكنيكال شيت هيبقى عبارة عن شكل الديزاين مبسط خالص، فرونت وباك، امام وخلف. بيكون فيه تفاصيل زي المقاسات بتاعتي، هنبتدي مثلا من اكس سمول لغايه دبل اكس لارج. الموسم بتاعنا هيكون ايه، الخامه اللي انا مستخدمها للتيشيرت وليكن بوليفار، مع لو في اكسسوارات بسيطه. نفس المثال دوت لو هبتدي اللي انا اشرحه على التيك باك، هنبتدي نقول اللي انا برضو بيكون فيه شكل التصميم من الامام والخلف، الخامه اللي انا مستخدمها، وزن الخامه في المتر المربع، بيكون في كلر واي او مرياج الالوان اللي انا هبتدي اللي انا هستخدمه، لون الخيط هيكون موجود بلون ايه، هيكون في تفاصيل الموديل الداخليه، كل حاجه موجوده فيه. زي لو انا عندي مكان تطريزه او حاجه في الجزء بتاع التيشيرت، السقوط بتاعها ايه، الدخول بتاعها من المنتصف ايه، بيكون عندي حجم التطريزه نفسه كام في كام. لو انا بستخدم للتطريزه دي لون، فهبتدي ان انا هكتب له البين تون بتاعها او كود اللون المتعارف عليه في السوق. هنبتدي مثلا في البول اوف ماتيريال نقول عدد الحاجات اللي احنا مستخدمينها، زي مثلا لو سوسته بقول السوسته ديت نوعها ايه ومقاسها ايه. المين ليبل بتاعنا هنبتدي نقول كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها بالاعداد. واخر حاجه هبتدي ان انا اقول مرياج الالوان بتاعي للموديل اللي احنا قلنا عليه. لو مهتم مجال الفاشون تابع السلسله ديت هتفيدك كتير.